السلام عليكم اخوان، صباح الخير، صباح الخير، لاباس عليكم بخير. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا جوج الاشخاص كيقوموا بانتحال صفات الموظفين لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كاين بزاف ديال الاشخاص كيعملوا الطريقه هذه كطريقه للاسترزاق على التجار بالخصوص البقال المغربي. داري حذاري ان هاد العصابات ما تزربوش، يعني اي مول حانوت ما يزربش يتعامل او لا يستقبل بحال هاد اللجان اللي كيجيو يوقفوا في المحل، خصوصا الا كانوا جوج الاشخاص ولا ثلاثه، لان اللجنه ديال المراقبه راه كتفوت 5 الاشخاص وتيكون معاهم بوليسي. البوليسي هو الضمان ديال هذيك اللجنه بان هي لجنه رسميه، اما لا ما معاهمش البوليسي اذا تضيع يعني في الخيال ديالك بان هذه اللجنه مزوره. باش غادي تثبت وباش غادي تعرفهم بان اللجنه رسميه، طالبهم بالبادج ديالهم، بالبادج طالبهم كل واحد يعطيك البادج ديالو، لان من حق المواطن الا وقف عليه شي موظف ديال السلطه طلب منه الوثائق ديالو، يقول لك مثلا لاكارت ديالك ولا هذا، تقول ليه شكون نتوما، وعندك الحق تطالبوا يعطيك البادج ديالو لاكارت تقرا اشنو فيه واش كيدير هو. بحالات اي لجنه دخلت عندك رفضات باش تعطيك البادج وبان لك بانه ملي طلبتي منه البادج بدا كيتفيبرا ولا هذا، عرفها لجنه مزوره. نهائيا هادشي تيضر كاع ويضر الناس. دابا هذا الشيء اللي قلتي عندك 6 الوليدات، هاد الناس هذاك الشيء علاش غادي يسمحوا لك؟ ومريض ما عمر شغلك في المرض، شغلك في وليدات. انت شحال خطره دوزتي على النص بالحبس؟ دوزت اخويا. شحال من خطره؟ 3 خطرات؟ جوج. وديال ضرب عمر طلقوا، هي هذيك الثانيه ديال ضرب عمر هي باش ضروك الفيزي. وكتعاود لا لقيت هذاك الشيء تيعرف الوالد ديالي كان مات وداك الشيء، وكتعاود دابا قال لي هذا راه هو ولد فلان وهذا على مالو كان مزيان وكان مالو تيدير هذه الحاله هذه.